إدارة ترامب، ما هي قوته القانونية إن كانت هناك قوة؟ لا، عمليا ينبغي أن نقلب السؤال: ما هي قوة القانون الدولي أمام وقائع الحياة؟ القضية الرئيسية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية حين تقوم بذلك في اعتقادي ليست مرتبطة بإدارة ترامب. القضية هناك اتجاه عام في الوضع الدولي وفي القانون الدولي بشكل عام، عفوا في المجتمع الدولي بشكل عام، من أجل إغلاق تلك الصراعات التي خلفتها فترة ما بعد الاستعمار، والتي استمرت توتر الوضع الدولي وتورط حتى الدول الكبرى في صراعات أو تستفيد منها بعض الدول الكبرى. على سبيل المثال، روسيا صدرت إلى الجزائر حوالي 10 مليار دولار أسلحة. ومن هو العدو للجزائر؟ هو بقضية البوليساريو وقضية الموقف من المغرب التي حولت إلى أصبحت قضية وطنية جزائرية. إذن إبقاء هذه النيران المشتعلة وإن بلهب خفيف أصبح يمكن أن يهدد الوضع الدولي. وفي هذا الإطار هناك توجه دولي وليس توجه إدارة ترامب، وفي اعتقادي أن إدارة بايدن سوف تأتي لتؤكد على ذلك من أجل تحويل. ينبغي أن نقول تحويل الوضع في هذه لكن هناك من يقول عكس ذلك. سيد سمير التقي، هناك من يقول إن هناك بعض الديمقراطيين ممن ينتقدون هذه الخطوة فعلا، وأن الإدارات السابقة لإدارة ترامب كانت وإن كانت ترتجي أو تبتغي تطبيعا للعلاقات بين إسرائيل والمغرب، إلا أنها كانت ترفض أن يكون المقابل هو اعتراف المغرب أو بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ليس هي الوضع هو مقابل، هو محاولة لأجل، أنا كما قلت هناك تصور أو توجه في المجتمع الدولي لإغلاق هذه الصراعات التي أزمنت في العالم، والتي شكلت أساس لاستمرار ديكتاتوريات واستمرار سياسات توتر تستفيد منها بعض الدول عمليا. من أجل هناك توجه عام، هذا أولا. ثانيا أريد أن أوضح قضية. لكن عفوا سيد سمير على مقاطعتك، قضية ألا يجب أولا أن يصادق على هذا القرار وهذا الإعلان الرئاسي، لأنه إعلان ليس مرسوما من قبل الكونغرس؟ ليس ضروريا بالقوانين الأمريكية. ثانيا، القضية الثانية المهمة في الموضوع هي